السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحبايبكم بصحة وخير وسعادة. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم الجميلة وشكرا لدعمكم ليا. تحرمش منكم أبدا أحسن اخوات في الدنيا كلها، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. أحلى جلاش كده بحشوة ايه جميلة، جلاش كده بتاع الأفراح بتاع زمان، حاجة زي العسل، طعم أصلي، طعم زي العسل. يلا بينا لايك وشير للفيديو ونشوف هنعمل الجلاش الحلو الجميل ده ازاي. بس قبل ما ندخل في الفيديو، لايك وشير للفيديو، ربنا يبارك له في عمركم، أحلى اخوات في الدنيا كلها. معايا هنا حلة أو طاسة، أي حاجة عندك. هحط فيها كوبايتين من السكر، وهحط عليهم بقى ايه بس حط عليهم كوبايتين من المية، بس بالراحة كده وانت بتفضي المية علشان خاطر ما تطلعش معاك السكر على جناب الحل. زي ما انت شايفة كده هحط عليهم كوبايتين من المية. ويا ريت تكون حلة اوسع من كده او طاسة اوسع من كده عشان السكر ياخد راحته، وعشان السكر بيطلع معاكي ناجح ومظبوط مية مية ان شاء الله. هحطهم بقى كده على النار وهنشوف هنعمل ايه. بس خليكي معايا لاخر الفيديو هتشوفي الجلاش الحلو الجميل ده عملناه ازاي. حطيت الشربات او السكر بتاعنا على النار وهسيبه كده لما يغلي براحته. ما حطيتش فيه معلقه ولا قلبته ولا جيت جنبه خالص خالص، مش هتحط فيه اي حاجه. انا عايزه السكر يغلي كده لوحده ويفك كده لوحده من غير ما تحط عليه تحط فيه معلقه ولا اي حاجه. هسيبه بقى يغلي كده براحته لحد ما السكر يدوب تمام. شايفين كده السكر بتاعنا داب تماما وغلي مع نفسه كده، ولما لقيته بيغلي وطيت عليه النار علشان خاطر اتاكد ان السكر بتاعي داب تماما. بعد كده ما يرجعش يسكر مني. حطيت عليه نص ليمونة، لو هي ليمونة صغيرة حطيها، لو ليمونة حلوة يعني كده حط نص عصرة ليمون. طبعا ده سكر تموين عشان كده عمل الوش ده، فأنا بشيله كده. لكن هو سكر، لو سكر من التاني مش هيعمل معاكي الوش ده، وعادي لو عمل الوش ده شيليه كده بالراحة، وهيبقى معاكي أحلى عسل إن شاء الله، وأحلى شربات تسقي بيه كنافة، تسقي بيه قطايف، أي حلويات معاكي هيبقى ما شاء الله عليه. زي ما انتم شايفين كده لميت الريم اللي على وشه، وكمان شلت البذرتين اللي كانوا فيه، وهسيبه بقى كده يغلى على نار هادية شوية كمان علشان لسه حاطة الليمونة. وبعد كده لما اطفي عليه هحط له نقطتين من الفانيليا او ورقة فانيليا. يلا بينا نشوف الحشوة الجميلة عبارة عن ايه. معايا هنا شوية صغيرين من الزبيب، ما تكتريش الزبيب علشان ما يبقاش مزز معاكي. كتري سوداني، كتري جوز الهند براحتك، بس اللهم صل على النبي، الزبيب ما تكتريش عشان ما يبقاش مزز معاكي. اخدت كده شويه الزبيب اللي انا حطيتهم على شويه السوداني على شويه من جوز الهند، وضربتهم كده في المطحنه بتاعتي كويس، ضربتهم ناعم قوي. وبعد كده احط عليهم معلقتين 3 من السمنه وهقلبهم كده، وهتبقى احلى حشوه معايا. ده حشو بقى اللهم صل على النبي، القلاش بتاع الافراح بتاع زمان، حاجه كده الطعم بتاع زمان، حاجه زي العسل. ان شاء الله تجربيه بالحشوه ديت وهيعجبك. وطريقته جميله وطلع النتيجه زي ما انت شفتها في اول الفيديو، نتيجته زي العسل بسم الله ما شاء الله. وما اخدش مني كوبايه السمنه كلها، يعني فضل منه سمنه كمان بسم الله ما شاء الله. دي معايا كده لفه جلاش نص كيلو، انا شاريه كده من السوق. ومعايا صينيه دهنتها كويس بالسمنه علشان خاطر الجلاش بتاعنا يطلع زي الفل. بدهن كده السمنه بتاعتي وباخد كل ورقتين بس، ما باخدش اكتر من ورقتين علشان ما يبقاش تخين قوي. هو كده الحجم بتاعه كويس، فانا باخد ورقتين بس. نحط بقى الحشوة بتاعتنا الجميلة الحلوة ديت. الحشوة دي بصراحة طعمها رهيب، طعمها جميل، يعني بصراحة طعمها زي العسل. جربيها ان شاء الله تعجبك. ده بيفكرنا بالحشوات بتاعت زمان بتاعت الافراح، لما كانوا بيعملوا الجلاش ده في الافراح كان بيبقى طعمه كده مختلف. طعمه جميل قوي زي الفل. تلف كده ومعاك الصينية طبعا مدهونة كويس، بتحط بقى الجلاش بتاعنا وبندهن تاني كل ورقتين مع بعض. يعني انا مش بدهن ورقه ورقه، لا كل ورقتين كده علشان خاطر يبقى معايا حلو، وما بستخدمش فيه سمنه كتير عشان يبقى خفيف، وكمان بيطلع معاك النتيجه زي الفل. زي ما انت شايفه كده انا مش بكتر سمنه ولا حاجه، وكمان طلع معانا زي ما انت شفتيه النتيجه جميله وزي العسل. حط كده الحشو تاني. انا حبيت اعمل معاكم كده مرتين علشان خاطر اللي لسه مبتدئه وما بتعرفش، والبنات الصغيره تعرف هو الطريقه بتتعمل ازاي، وطريقه سهله وبسيطه وطريقه ناجحه، وان شاء الله تجربيها هتعجبك بامر الله. تلف كده كويس وتنك حاطاه بقى ايه في الصينيه زي ما انت شايفه بالطريقه دي. طلع معايا جميل وزي الفل. شايفين؟ هكمل بقى الصينيه بتاعتي وهنشوف هنعمل ايه. هعمل معاكم كمان الدور ده بس.
شايفة يعني مش محكوم ان انت تساوي الحشوة ولا اي حاجة، عادي مفيش اي مشاكل. وبرميها كده وخليها كلها سوا بعضها وحطيها في الصينية بتاعتك. كده خلصت الكمية بتاعتي بقى هو زي ما انتم شايفين، علشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. وهقطعها كده بسكينة حامية، وقطعي الصوابع بتاعتك بقى على حسب ما انت عايزاها كبيرة اكتر من كده ماشي، عايزاها بالحجم ده ماشي، اللي يعجبك انت. اللهم صل على النبي. وصلتوا معانا لحد هنا، ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم، احلى اخوات في الدنيا كلها، ما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله، دايما منورين ومشرفيني. شكرا لكم وشكرا لدعمكم ليا، شكرا لوقفتكم جنبي. ربنا يسعدكم ويبارك في عمركم ويبارك لكم في كل حبايبكم، اللهم امين. كده خلاص قطعت الجلاش بتاعنا. هنجيب بقى السمنه كده وهندهن دهنه كده، بس اهم حاجه وانت بتدهني السمنه تنزل منك كده ما بين الصوابع وما بين بعضها زي ما انت شايفه كده، يعني تهنيها دهنه كويسه علشان خاطر تحمر معاكي وتديك اللون والطعم الجميل الحلو اللي انت شفتيه ده. تأكدي كده ان السمنه دخلت معايا بين الجلاش وبعضه ومفيش حته مش متغطيه بالسمنه. وهندخله بقى. طبعا انا بعمل ده كان قبل ما بعمل الحاجات دي كلها الفرن عندي والع، فحطيته لما اخد لون من تحت، وبعد كده حطيته تحت الشوايه. بتولعي من تحت بس، ولما ياخد معاك اللون بعد كده بتحطيه تحت الشوايه. هتقولي لي انت بتفضي عسل من برطمان؟ ايوه بفضي عسل من برطمان، لان بصراحه العسل بتاعي اللي انا عملته لقيته سخن، فما ينفعش ان انا احط عليه العسل بتاعنا سخن، فكان ده عندي باقي عندي في التلاجة فانا حطيت منه. البرطمان ده كده برطمان عسل اسود، فانا غسلته. ولما بعمل شربات لأي حاجة، كنافة، أي حاجة، اللي بيتبقى معايا بفضيه. كل ما بيتبقى معايا حاجة بفضيها، فبيتجمع معايا كده في البرطمان ده. فأنا سبت اللي أنا عملته وحطيت من ده علشان خاطر التاني لقيته يعني ايه سخن، فما ينفعش احط سخن على الجلاش بتاعنا. زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة كده، وبتقدميه بقى بالطريقة اللي تعجبك. بسم الله ما شاء الله. شايفين هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج اي كلام، مش محتاج ان انا اقول عليه اي حاجة. والطعم طبعا هتعمليه وهتجربيه وتشوف الطعم بتاعه، مش محتاج اي حاجة. حاجة كده زي العسل، حاجة فاخر من الاخر. بسم الله ما شاء الله. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. احلى اخوات في الدنيا كلها، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. ولايك وشير بقى للجمال والحلاوة ديت، وأحلى طريقة جلاش. شايفين الجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. حاجة زي العسل، حاجة كده ايه تعجبك كده، وحاجة تشرفك قدام ضيوفك لو عاملة عزومة، عاملة أي حاجة. إن شاء الله تبقى طريقة ناجحة معاكي وهتعجبك وهتشرفك قدام ضيوفك وقدام أي حد تقدمها له. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون الجميل وشايفين الجمال وطعمه؟ بسم الله ما شاء الله، مفيش كلام بعد كده. تبارك الله. أتمنى بقى ما تنسوناش في لايك وشير الفيديو، واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.